حبايبي الحلوين، البيتي فور من النواعم الجميلة اللي كلنا بنحب نعملها في أي مناسبة سعيدة، سواء عيد ميلاد أو أعياد أو أي مناسبة حلوة لينا بنحب نعمله. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. هنا كوباية زبدة صفرا نيوزيلندي تكون نوعها كويس عشان النكهة بتبان، وعليها نص كوباية سكر بودرة، واضربهم بالمضرب لحد ما العجين تفتح معايا. وبعد كده انزل عليهم بالبيض بيضة بيضة، واهم حاجة ان كل المكونات تكون بدرجة المطبخ. وطبعا معاها الفانيليا لحد ما البيض يختفي خالص. وهنزل بالمواد الجافة اللي هي عبارة عن كوبايتين دقيق نوع كويس بتاع البسكوتات، وعليه ذرة الملح. البيتوفون ما يتحطلوش اي بيكنج باودر لحد ما العجينة تتلم معايا. طبعا عشان انا هستخدم القمع والقرطاس، فطبعا شايفين العجينة بتكون معايا مش ناشفة او مش جامدة، بعكس لو هستخدم المكنة لازم طبعا العجينة تكون متماسكة عن كده. اشكل بقى هنا اي رسمة تعجبك اشكل بيها، ممكن اعمل بكذا شكل واختار ازين. انا حبيت ازينه قبل ما يدخل كمان، فحطيت كريز عليه زي ما انتم شايفين كده، ما بيحصلوش حاجة في الفرن، او اي مكسرات لوز بندق عين جمل. وممكن اسيب شوية سادة ان انا بقى هي هشكلهم ان انا الزقهم بالمربى والشوكولاتة. طبعا هنا تاني يوم بقى حبيت ان انا الزق شوية، دي الكمية اللي اتبقت لانه طبعا ما استناش. فبمسك اتنين احط فيهم مربى مشمش او اي مربى تعجبك، وشوكولاته سايحه، فرماسيلا، جوز هند. شكلي زي ما يعجبك وزوقي المنظر اللي انت ترتاحي له بالف هنا.